انما جزء صغير منهم هو اللي عمل ده. بس تخيلوا لو السلفيين هي اللي عملت ده كنا عملنا فيهم ايه؟ التغطيه دي تشوفوها بقى ببراعه في مجله روزا اليوسف. الحقيقه انا متابع المجله دي من قبل من ايام النظام السابق لحد دلوقتي. انا مش شايف اي اختلاف خالص، وحد يدلني على اختلاف بين عبد الله كمال واسامه سلامه. الحقيقه ده عدد ايام عبد الله كمال، لا ده عدد ايام عبد الله كمال، ده عدد لروزا اليوسف ايام عبد الله كمال. حرب شنعاء اهي، ده عدد ايام عبد الله كمال رئيس تحرير المجله دي. حرب شنعاء على التيار الديني او التيار السلفي، التيار السلفي الاسلامي مش المسيحي. وجوه العدد برضو معلش يا استاذ بدوي، جوه العدد راقبوا مساجد السلفيين او انتظروا حريق الاسكندريه. ده جوه العدد ملف كامل على السلفيين والتيار الديني والاخوان. ده ايام مين؟ عبد الله كمال. عدد بقى ايام الاستاذ اسامه سلامه. انتوا عارفين ان الثوره لما قامت اتغيروا رؤساء التحرير وتم تغيير عبد الله كمال وجاء الاستاذ اسامه سلامه وهو كان احد كتاب روزا اليوسف. ده عدد بقى ايام اخر عدد لروزا اليوسف دلوقتي. جوه في ايه بقى؟ جوه في حرق الكنيسه ب 2000 جنيه، وازاي ان البلطجيه دول كانوا مأجورين من التيار السلفي اللي موجود في امبابه، وهم اللي اشعلوا فتنه امبابه. برضو نفس الحرب الشنعاء على التيار الديني المسلم مش التيار الديني المسيحي. وجايبين جوه هنا في العدد ده نفسه اهو معلش يا بدوي محرضون على ولكن طلقاء، مجموعه من مشايخ السلفيين مكتوب تحتهم عنوان محرضون ولكن طلقاء. العدد كله هو بلاغ للجيش وبلاغ للامن على المشايخ دول انهم يقبضوا عليهم. انا بس عايز اعرف فين زكريا بطرس؟ طيب اذا كنتوا بتبلغوا عن الناس اللي بيعملوا فتنه، فين يا روزا اليوسف زكريا بطرس ومحرضي الفتنه؟ فين كلام القسسه او القساوسه اللي كانوا موجودين بيحرضوا الناس على حمل السلاح؟ فين دول؟ يعني يا جماعه اذا كنا يعني ليبراليين ومشجعين لاي تيار اخر، طب ما نتعامل بنفس المكيال على دول وعلى دول. يعني اذا كنتوا هتتعاملوا على كده ما نعملش زي المهندس نجيب ساويرس، لانه في نفس العدد ده برضو معرفش الاستاذ بدوي عنده الحوار مع المهندس نجيب ساويرس اهو. لو مش عنده في نفس العدد، المهندس نجيب ساويرس راعي الليبراليه في مصر حقيقه، انا ما بختلفش معاه وراجل له فضل عليا الحقيقه، وانا تجمعني بيه علاقه خفيفه كده. انما يطلع يقول في نفس العدد ده حوار يقول قال انه لا يحترم القبطي الذي ينضم الى حزب الاخوان. السؤال بقى يا باشمهندس نجيب، انت مالك؟ يعني هي انت مالك دي مؤدبه شويه، بس انت مالك؟ واحد قرر ينضم قبطي ينضم لحزب الاخوان، انت مالك؟ انا قررت انضم لحزب الاستاذ نجيب ساويرس، اي حد في مصر ماله؟ يا جماعه اذا كنا متفتحين وعقليات متفتحه ما نحترم التيارات الاخرى ولا نصادر عليها ولا نقصيها. ايه مصلحتنا ان احنا نقصي تيار على حساب تيار اخر؟ انا بفهم الليبراليه كده، ما اعرفش المهندس نجيب ساويرس فاهمها ازاي. انا العدد كله بتاع روزا اليوسف الحقيقه ما لقيتش فيه مقال اعرف اقراه واحترمه الا مقال للكاتب احمد الطهري عن لجوء الاقباط في مصر الى الهروب للخارج او الهجره للخارج. مقال هايل بهني الكاتب احمد الطهري عليه. لكن ارجع تاني واقول ايه الفرق بين المهندس نجيب ساويرس اللي هو بيتكلم فيه على انه ما يحترمش القبط اللي ينضم للاخوان، وايه الفرق بينه وبين موظفه رئيسه شهر عقاري؟ ده مقال قدامنا بتاع احمد الطهري في روزا اليوسف، مقال هايل جدا عن ازاي الاقباط جيروا بعد الثوره وعملوا لجوء بشكل واسع جدا وشاسع لامريكا، وقلنا اللي عايز ما يقعدش في مصر ما يقعدش، مش مهم، مش قضيه، مصر مش هتنقص مسلم او قبطي هاجر منها. انما ارجع افكركم تاني بس بعد الفاصل اقول لكم ايه الفرق بين المهندس نجيب ساويرس الذي لا يحترم القبطي اللي بيدخل حزب الاخوان، والفرق بين رئيسة الشهر العقاري اللي طلعت عين واحده جايه تعمل توكيل لحزب نجيب ساويرس. نطلع الفاصل ده ونرجع تاني.